في أجواء يسودها التفاؤل لموسم كروي جديد على الأبواب، يواصل فريق أولمبيكاس في استعداداته بقيادة مدربه الجديد القديم عزيز العامري. الفريق المسفيوي بلغ نسبة مهمة من الجاهزية البدنية والتقنية، حيث يواصل الطاقم التقني تركيزه على الأسلوب والنهج الذي سيخوض به الفريق مباريات هذا الموسم. وبالنسبة للاستعدادات الحمد لله الآن احنا تقريبا في 60 حتى 70% ديال، لا من ناحية اللياقة البدنية لا من ناحية ما هو تكتيك، لأن الفريق كنحاولوا أننا نعطيوه طريقة اللاعبين كونسيبسيون دو جو اللي هي تجي معاه اللاعبين اللي كاينين. انتدابات على المقاس والتركيز في ذلك على الكيف قبل الكم، شعار اتخذه لوسياس في الأسماء المنتدبة التي يراهن من خلالها لسد الخصاص الذي يعاني منه الفريق في بعض المراكز التي استطاع أن يعززها بلاعبين جدد، أبرزهم عماد الرقيوي من أولمبيك ريبكا، كمالية الحاج من شباب أطلس خنيفرة، يحيى كوليبالي من اتحاد الزمالك الخميسات، والمهدي النمري من المغرب التطواني. بالنسبة للانتدابات ما كانوش عندنا انتدابات كثيره، كنظن بان البحث الان على مهاجم اللي يمكن يكمل، لان عندنا لاعبين في الاجنحه اللي عندهم مؤهلات عاليه، وخصنا لاعب اللي يمكن يكمل هذاك لو كوليكتيف معاهم. والحمد لله الاجواء مزيانه، تنستعدوا في ظروف مزيانه، وان شاء الله مع السي عزيز حنايا تنوجدوا، والكمال ديال الله. فاش غادي تبدا البطوله داك الشيء ثاني تتبدا هضره اخرى، تيبدا كلام واحد اخر، فصعيب فرقه ذاك العام كانت لعبه على التوح، هذا العام تلعب على البطوله. فاول حاجه خصنا نتبعوا بعدا النهج، نستوعبوا هذا النهج اللي تلعب به السي عزيز. الأولمبيك سيختتم فترته الإعدادية بدور ودي سيقف من خلاله العامري على مدى جاهزية عناصره لموسم تطالب من خلاله جماهير سفي فريقها بالظهور بمستوى جيد يمحو تواضع لوسيس في المواسم الأخيرة، وإن كانت أولى الإكراهات التي ستواجه الفريق في البداية اللعب خارج القواعد. ان شاء الله الموسم هذا نحاول اننا نضرب واحد الشكل جيد على باقي المواسم اللي فات. كنستعدوا لماتش اميكو ان شاء الله، باقي لنا دور ان شاء الله في جديده ان شاء الله، باقي لنا جوج مقابلات، مقابله اخيره في مدينه مع نادي القنيطري. كنظن بان غتكون بدايه شويه صعيبه، لان اولا ما غنلعبوش في الملعب ديالنا، الجمهور ديالنا غادي يكون عندنا ماشي جمهور ديال 100%، لان غادي يكون عنده صعيب التنقل وصعيب ثمن التذكره. هو موسم جديد بمدرب جديد وفلسفة اشتغال جديدة سيعمل من خلالها أولمبيك سفي لمحو صورة نمطية لفريق يلعب من أجل البقاء، بأخرى تجعل أبناء سفي معادلة صعبة في الدوري الاحترافي.